السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نعمل مع بعض النهاردة اكلة حلوة كده. نبتدي بقى نعمل رز. معانا رز غسلناه طبعا ونقعناه. نبتدي نشوح فيه بمعلقة زبدة وشوية زيت. تمام، اما يتشوح كويس كده نبتدي بقى نسقيه. معنا بقى دلوقتي نحط معلقة سمنة، حلة صغيرة كده. وده رز توم صغيرة مطحونة كويس. هنشوحها بقى لحد ما تبتدي تاخد اللون الذهبي، وهننزل عليها بالطماطم. لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. زي الفل. نحط الطماطم بتاعتنا. انا بحط على الطماطم على التومه وهي بتتحمر نقطه خل، بس جربتها من غير الخل بصراحه كانت مسكره اكتر. معنا بقى رغيفين عيش مفقع نقطعهم كده كويس، وده حبايه مطحون وجوز الطيب ومعلقه فلفل والملح طبعا بتاعك. نحطهم بقى على الصلصه ونسيبها بقى تغلي مع نفسها شويه كده. هنسقي بقى العيش. عايزه تحمري العيش في معلقه سمنه حمريه، بس انا حبيته يبقى خفيف كده. تمام، لان بصراحه الشوربه كانت دسمه قوي. زي الفل. هنا بقى معانا شوربه هنحط فيها معلقه توم مهروس. تمام، عشان نعمل ايه شويه ملوخيه ناشفه. ما شاء الله. اهم شيء اما تيجي تشتريها تبقي عارفه المكان اللي انت هتشتري منه، يعني مجرباها كذا مره ومتاكده ان هي حلوه يعني. تمام. خضرة وحلوة اهي، والعرق بتاعها ممتاز. تمام زي الفل. نعمل بقى الطشه بتاعت الملوخيه. معلقه زبده، هنخليها تسخن كده وبعدين ننزل عليها بالثوم. تمام، ادي بقى الثوم المهروس. ابتدت بقى معانا التومة تتحمر. الايام دي التوم بدأ يزرع. عايزين نبقى نفرمه ونخزنه. شفت طريقة حلوة قوي مع اخت لينا سورية، اسمها القناة بتاعتها اسمها احلام سورية، يعني فرزته بطريقة حلوة قوي.
ان شاء الله نبقى نجربه، لو عايزين تدخلوا عندها تشوفوها، طريقتها جميلة جدا. ادي التومة بتاعتنا اتحمرت ونزلنا عليها بالملوخية. يا سلام على الريحة بقى الجميلة، بألف هنا. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. كده بقى اكلتنا ابتدت تشطب وتبقى جاهزة. نحط العيش او الفتة. طبعا كده خلاص وعرفنا هنعمل اكلة ايه. تمام، نحط بقى الصلصة بتاعتنا على العيش. طعمها كان حلو جدا على فكرة، من غير ما العيش يتحمص في السمنة، وكانت خفيفة جميلة. طالما الشوربة دسمة يبقى ما تحمريش العيش عشان ما تبقاش تقيلة. وادي الرز بتاعنا ما شاء الله حبة بحبة. طبعا بقى مع طبق السلطة الخضراء بتاعك مشطشط، وكده اكلتنا تبقى جاهزة. ما شاء الله. يا ريت بقى اللي معانا لحد دلوقتي يعمل معانا اشتراك ويدينا بقى اللايك الجميل. شكرا حبايبي، تسلمولي. سهلة وبسيطة، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. في رعاية الله. السلام عليكم.